سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة اللي غنتحدث عن تجربتي الشخصية في تحقيق هدف التخلص من الوزن الزائد، وكان ذلك في الحجر الصحي. بقاو معايا حتى الآخر باش تعرفوا كيفاش ضعفت. قصتي مع الوزن الزائد قديمة، مني عقلت على راسي وانا عندي وزن زائد ما كانش كتير، ولكن كاين فرق ما بيني وما بين صحاباتي اللي في السن ديالي. الجسم ديالي بطيء الاستقلال، يعني كنزاد دغيا وصعيب جدا نقص لان عنده معدل الحرق جد ناقص. فكنت كنحاول من شحال من مره انني نقص، نعمل ريجيمات، كنت كنعمل رياضه، كنت كنعمل حصص ديال المساج وديال التدليك، ولكن كنقص صراحه غير كيلوات قليله وكنرجع كيف ما كنت. هاد المحاولات رغم أنها كانت ما حققتش الهدف ديالها، لكن ما كانتش فاشلة 100%. علاش؟ لأنني اكتسبت فيها عادات غذائية اللي عاونتني في هاد المرة وجاني الأمر سهل. بحال أنا مثلا تعودت على طعم ديال الأتاي وديال القهوة بلا سكر، تعودت على المشروبات الغازية ما كتحركش فيا الشعرة. عوضت الشوكولاتة وأنا من عشاق الشوكولاتة بالشوكولاتة المرة، يعني إلا ما كانش أكثر من 85% ما كتعجبنيش. بديت الرحلة ديال نقص الوزن نهار 6 في شهر 4 من هاد السنة هادي. وأول ما قررت أنني نقص الوزن بديت كنقلب على الاستراتيجية، وهذه كنا قلتها في الحلقة ديال الأهداف. فبديت كنقلب على الناس اللي دازوا من هاد الطريق هادي. لقيت صدفة جوج ديال الأشخاص. الشخص الأول في السيرة الذاتية ديالو اللي هو توني روبنز، أو في كتابه المال أتقن اللعبة، اللي هو كتاب كيتحدث عن الحرية المالية. في الفقرة بدا كيدوي على حياته وقال بأن أول تغيير بدا به كان هو نقص الوزن، ونقص 17 كيلو، وكان تما بداية النجاح ديالو. فأنا دونت الملاحظات والمعلومات اللي كان قال. ثم الشخص الثاني اللي كنعرف كانت صديقة، كنعتز بالمعرفة ديالها، حتى هي دازت من قياس XL للS. فديك الساعة اتصلت بها وقلت لها عتقيني كي درتي ليها، وقيت المعلومات. يقدر يجيكم المعلومات اللي كيقولوا لكم الناس بديهية أو لا مستهلكة أو لا فايتين قريتوها في شي بلاصة، لكن ما تستهنوش بها، حطوها على جنب وبداو تطبقوا بها، لأن التجربة كتختلف من شخص لآخر. اعتمدت النظام الغذائي ديال تيم فيريس اللي هو كاتب ومقاول أمريكي. غادي نحاول نكتب لكم العنوان ديال الكتاب ديالو في الكومونتير. للأسف موجود غير فقط بالنسخة الأصلية اللي هي الإنجليزية، ما كاينش مترجم. هو كيشبه نظام الكيتو تقريبا، يعني كتركز أكثر على البروتينات وعلى الألياف اللي موجودة في الخضر الخضراء، وكتنفي كل ما هو أبيض، يعني دقيق أبيض، حليب، سكر، ملحة، المشروبات الغازية، كل هادشي كيحيد، وكذلك الفواكه لأنها فيها الفركتوز، وغير مكينصحش بها للناس اللي عندهم السمنة، يعني هي منصوح بها للناس العاديين. في الرياضة بديت في الدار عادي، بديت ب 15 دقيقة في فيديوهات ديال على اليوتيوب، ثم بديت كنزيد. والعجيب أنني كنستافد في الدار أكثر من الحصص ديال لاصال، لأن قبل الحجر كنت في لاصال ما كنتش كنستافد، كنت كناخد الأمور بعشوائية، يعني كندخل كنلقى راسي تالفة ما بين الآلات، ما بين الدروس اللي كتكون أصلا مبرمجة في داك النهار. فكنت كناخد الأمور بعشوائية، يعني اللي قال لي راسي كنديرو. في الدار لا، كنت عارفة راسي شمن حصة غادي ندير، شحال الوقت ديالها، شمن نوع ديال الرياضة وهكا. واللي كيقول بأن الرياضة ما كتجيش في الدار فهو خطأ، وحتى أنا اكتشفته. بالعكس، في الدار كنت كنركز كما قلت لكم، وكانت ما كانش عندي معدات صراحة كثيرة، يعني كانوا عندي دو زالتير ديال 2 كيلو، كانت عندي طابية باش كندير الحركات في الأرض، وصافي هادشي اللي كان عندي، ولي سبادغي. فكنت كنعمل الحركات، ومن وصلت انني بغيت ندير الجري لانني قريت بانه مهم، بديت كنجري في الدار، في الكولوار، في السكن الاجتماعي، ماشي شي حاجه كبيره. فقط كنت كنستافد من ان لتحت عندي ما عنديش فيه سكان، يعني ما غادي نصدع حتى شي حد. فبديت كنجري، بديت ب 15 دقيقة وبقيت غادا كنزيد حتى وصلت ل 45 دقيقة. فكنت كنجري حوالي في الكولواغ اللي في الي روتور ديالو كيدير 10 ديال الثواني، فكنت حوالي كنجري 270 مرة في كل حصة، يعني بحال شي حماق وغا كيجري. من بعد واحد 3 شهور
وصلت للوزن ديال 65 كيلو فاصلة 600. وهنا غادي يحبس لي الميزان، ما يبغيش ينقص مازال، فغادي نبدا نقلب، لان مادام حبس الميزان يعني هادوك السعرات اللي كيتعطاو يعني ولاو كافيين والجسم ولا متعود على هذاك النظام، فخاصني نبدل شي حاجه. هنا اكتشفت النظام ديال الصيام المتقطع، نظام جميل جدا. هو بحال الصيام الاسلامي، غير هو مسموح به بالمشروبات طبيعيه بلا سكر، فاعتمدته، هو اللي مازال معتمداه. واكتشفت فيه لان ملي كتعتمد واحد النظام وكتبدا كتدون يعني بالطريقه ديال التغذيه الراجعه، كتبدا كتكتشف. فانا اكتشفت باننا كنا كناكلوا يعني ماشي فقط لاننا كنشعروا بالجوع، ولكن لاننا المجتمع كيفرض عليك ثلاث الوجبات. فبديت كنبدل هاد النظريه هادي، وليت كناكل وقت اللي جاني الجوع، ماشي بنمط غذائي اللي فرضه المجتمع. وهذه الا ركزنا مزيان راه كاينه عند الدراري الصغار، الوليدات الصغار غالبا وكلهم ما كياكلوش معانا، يعني فطور غدا عشاء، هما ملي كيجيه الجوع كياكل يعني. وحنا يعني بالعاده ديالنا، فملي كيجي الجوع كتقولي لا ما تاكلش دابا، تسنى حتى الوقت الغدا، علاش ما كليتيش في الفطور مزيان وهكا. لا، هو كيتصرف كيف ما بالفطره ديالو، الجسم ديالو ديك الساعه خاصو ياكل، صافي خاصو ياكل ديك الساعه، خاص يعني يعطيه ديك الساعه. فهكا خاصنا حنا نتصرفوا، يعني من يجيك الجوع عاد كل، ماشي تاكل حيت دابا وقت الغدا او لا وقت الفطور او لا وقت الكوتي. فانا حاليا كنوزن 63 كيلو. صراحه الوزن مابقاش كينقص بزاف، لانني بديت كنقرب للوزن المثالي، ووليت كنلبس طاي ام بعد ما كنت كنلبس اكس ال، وطاي ام ولات كتجيني واسعه، فانا طامعه في انني نلبس اس. من الدروس المستفاده في هذه الرحله هو الاستمتاع بالرحله. الاهداف ماشي بحال المهام، ما كتكونش وجيزه، هي رحله يعني كتاخذ معنا مده من الزمن، فمن الافضل اننا نستمتعوا بها وما ناخذوهاش بواحد الشكل اللي غادي يخلينا اننا نملوا. من الدروس ايضا هو ان المهام كما قلت في الحلقه ديال الاهداف خاصها تكون بالنسبه نعتمدوها بالنسبه يعني ما نجيش نقص في مره. ما يمكنش انسان كياخذ اتاي كيدير في البره 3 طوبات 4 والغد ليه تقول له ديروا بلا سكر، ما غاديش يشربوا، غيجي صعيب. كنبداو نقصوا بشوي بشوي حتى كنتعودوا، وعاوتاني كنقصوا حتى كنتعودوا وكنقصوا. كذلك الخبز، حنا مجتمع مغربي اللي عندنا الخبز ماده اساسيه في جميع الوصفات او في جميع الوجبات. فما يمكنش واحد كياخذ الخبز وتقول له الغد ليه لا ما تاخذش الخبز في اي وجبه، غتجي صعيبه. كنقصوا بشوي بشوي اولا كنبدلوا، كنحيدوا الدقيق الابيض كنديروا بلاصتو الشعير بالخميره البلديه بمسائل صحيه، وكنبداو كنقصوا بشوي بشوي. في الرياضه الاسلوب اللي اعتمد، لان كانت عندي الرياضه كان فيها مشكل كثير لانني ماشي من النوع الحركي، فما جريتش النهار الاول 45 دقيقه كامله، لا بديت ب 15 دقيقه. ومني وليت كتجيني ساهله وما بقيتش كنتخنق فيها، وليت كنزيد كل نهار دقيقه. هذاك الفيديو كل نهار كنزيدو دقيقه حتى وصلت 45 دقيقه، وكان وليت كنحس بها عادي، كنجري وانا كندوي، ما كنحتاجش انني نوقف او لا نشرب او لا كنسخف. فهادو لي زاستيوس اللي بارطاجيتهم معكم، كنتمنى ينفعوكم. واهم حاجه في الاهداف هو انك تجاوب على لو بيغ واي. لو بيغ واي هو اللي كنفرقوا به ما بين الهدف وما بين الحلم. فمثلا لو بيغ واي ديالي انا في هذه الرحله هذه كان هو انني نكتسب الصحه ديالي، يعني الحمد لله اللياقه البدنيه ولات مزيان، وليت كنقدر نهز الثقل، وليت كنقدر نطلع في الدروج وما نسخفش. فهذا هو كما كنقولوا راس المال، هذه هي الاولويه. الحاجه الثانيه اللي كانت طامعه فيها في هذه الرحله هذه هو ان الرياضه ما تبقاش عندي عبء او لا عقوبه، تولي عندي استمتاع. الحمد لله وصلت لهذه المرحله، يعني النهار اللي ما كنديرش فيه الرياضه كنحس براسي ناقصاني شي حاجه ما كايناش. فملي كتوصلوا لهاد المراحل هادو كنعرفوا راسنا باللي حنا حققنا الهدف من هذيك الرحله كلها. واي حاجه كتجي من بعد هي تحصيل حاصل، يعني ان تنقص الوزن وتلبس داكشي اللي بغيتي وتلبس مثلا ملابس اللي كيعجبوك او غيرها، كتبقى غير تحصيل حاصل. هذا ما كان كنظن طولت عليكم، استسمح. وحاولت انني نختصر قدر الامكان. فخليوا لي في التعاليق كيفاش كانت الرحله نتوما ديالكم ديال نقص الوزن، كيفاش شنو هما النصائح اللي تبغيو تعطيوهم للناس وانهم يبارطاجيوهم باش تعم الفائده.
كذلك الأهداف الأخرى اللي ناويين تحققوها أو الأمور الأخرى اللي ناويين تبغيو نتحدثوا فيها مجموعين. هادشي ما كاين، والسلام عليكم.